السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير مجتهدين وبتذاكروا. صراحه ما كانش في دماغي قوي ان انا انزل لكم فيديو عن المواد غير المضافه، لان اتكلمت معاكم فيها على الجروب بتاعنا قبل كده، فقلت خلاص مش لازم انزلها قوي. بس بصراحه لقيت ناس منزله الفيديو بتقول ان انت تراجع او تذاكر المواد الغير مضافه في يوم. فبصراحه انا ليا وجهه نظر مختلفه عنهم وحابه ان انا اشاركها لك، يمكن تكون هي الصح. الفيديو ده باذن الله هيبقى قصير جدا، بس هقول لك فيه تعمل ايه في المواد غير المضافه. مبدئيا المواد غير مضافه فعلا تاخد يوم، بس مش كلها. مثلا ماده زي اللغه الثانيه هي في الاول وفي الاخر هي لغه، فمستحيل تاخد فيها يوم واحد بس مذاكره. فعلى الاقل من النهارده اللي هو تقريبا 12 هنزلك الفيديو ده النهارده باذن الله يوم 12/6 تبدا ان انت تاخد نص ساعه مثلا ولا ساعه في اللغه الغير المضافه دي، تعرف كلمات تعرف قواعد. هيفرق معاك ان انت كل يوم تاخد نص ساعه احسن من ان انت تسيبها اليوم بس قبل الامتحان. بالنسبه للغه التانية انا كنت اسباني وكنت باخد مع سنيور مصطفى، هو بصراحه ممتاز جدا وليه قناه هنا على يوتيوب هحط لكم اللينك بتاعها. وعموما في برضو الالماني في ناس كويسه جدا، تقريبا هير شريف نعمان كنت بسمع اسمه من اصحابي كتير جدا، في ناس كتيره جدا كويسه على اليوتيوب، حتى مش محتاجه ان انت تشترك في كورس او مش محتاج ان انت تاخد درس فيها. فالموضوع سهل ان انت تلمه من على اليوتيوب. اي لينكات عموما لاي لغه تانية هجمعها لكم من الناس اللي هي جابت درجات فيها كويسه ايام ما كانت مضافه، وهحطها لكم في صندوق الوصف. بالنسبه للتربيه الوطنيه هي فعلا كنا حتى عندنا امبارح سؤال في جدل على الجروب عندنا، الناس كانت بتتناقش فيه فالاحسن ان انت ما تعتمدش على نفسك وان انت تاخد مع مدرس. عندنا تو اوبشنز بصراحه. مس سماح صبحي مدرسه المواد الادبيه والفلسفيه كانت منزله على اليوتيوب بتاعها الماده دي، فان شاء الله هجيب لكم برضو اللينك، وممكن ان انت تبحث على قناه مس سماح صبحي وتاخد معاها، هي ممتازه جدا. اول مدرس بقى اللي انا خدت معاه برضو استاذ محمد ناصر، هحط لكم برضو لينك القناه بتاعته. ده اللي انا خدت معاه التربيه الوطنيه وقتها، وبصراحه ما طلعش منه الامتحان، فعلا جاب امثله كويسه جدا، كنت لما الدنيا الحمد لله. هو كمان عامل فيديوهات حل لاهم الاسئله على ماده التربيه الوطنيه. بالنسبه بقى التربيه الاسلاميه اكيد 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 مستر محمد صلاح. انا ذاكرت الملزمه بتاعته، ما سمعتش المحاضره بصراحه، حسيت ان مفيش وقت قوي لان كنت عايزه اعمل حاجات تانية لباقي المواد وكده، فذاكرت الملزمه بتاعته. وزي ما قلت لكم على موضوع الصور، احنا كده بنحفظ بقالنا كتير في الصور اللي علينا. اللي ما شافش الكلام ده او لسه ما بداش ان هو يحفظها، ممكن كل يوم تقرا السوره، مثلا سوره النور وسوره لقمان، تقرا الايات اللي عليك فيهم. تقريبا كانت سوره النور كامله، لكن سوره لقمان كان فيها كام بس ايه، فتقراهم كنوع من الورد اليومي، وان شاء الله هتوصل للامتحان اصلا فاكرهم. وطبعا ملزمه مستر محمد صلاح كافيه، وكمان لو حابب تحضر محاضره انا واثقه انها هتبقى كافيه جدا، لان الملزمه لوحدها كانت كافيه، فما بالك بقى لو حد كمان بيشرحها لك اللي هو صاحب الملزمه اصلا. يبقى ما فضلش حاجه تاني، لان احنا كان على ايامنا الاقتصاد والاحصاء والكلام ده علينا، لكن المفروض ان هو اتشال من عليكم على حد ما اتذكر. فلو في اي اسئله عن المواد غير المضافه تقدر تكتب. بس سريعا كده، الدين والتربيه الوطنيه هيتذاكروا عادي قبل الامتحان، انما الماده غير المضافه الثالثه اللي هي هتبقى اللغه الثانيه دي، ان انت تبدا تذاكرها من دلوقتي كل يوم نص ساعه او ساعه، صدقني هتفرق معاك كتير. ومش كمان هتبقى مضغوط ليله الامتحان بتاعها، مش تبقى مضغوط. بالنسبه للصور تحفظ من دلوقتي، حاول ان انت تقراها بشكل يومي كورد يومي ليك كده كده. لو قرات القران قبل ما تبدا مذاكره هتلاقي ان الدنيا اسهل كتير عليك. فلو انت بدات من دلوقتي ان انت تقراها هتوصل الامتحان فاكرها. وده على فكره هيخليك ان انت حتى ليله الامتحان لو خلصت الدين بدري ممكن تكمل مراجعه عربي، لان انت هتبقى خلاص داخل على امتحان العربي. ونفس الكلام برضو بالنسبه للغه الثانيه، حسيت خلاص ان ليله الامتحان دي كافي قوي، بالرغم ان دي لغه كامله ويا جماعه كانت بتضاف للمجموع اصلا قبل كده، فهي في الاول وفي الاخر هي لغه. فحاول ان انت تاخدها من دلوقتي كل يوم نص ساعه. سلام.